الغرباء يرتبطون بالسنة. إخواننا شوف، مفهوم الدين عندنا ما مستوي، عند الناس مفهوم الدين ما مستوي. الواحد تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد الحديث يقول لي دينكم الجديد ده. الجديد وين؟ عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، رواه البخاري ومسلم. الجديد وين؟ يقول لك دينكم الجديد ده. الدين عنده ليس ما هو موجود في الكتاب والسنة، الدين ما ألفه هو وما عرفه هو. هل هذا الدين؟ الدين الشيء نزله الله والشيء تعرفه انت. في أشياء نزلها الله انت ما عارفها، شنو يعني؟ وفوق كل ذي علم عليم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انت تقول الشيء ده في الكتاب والسنة ولا ما في؟ كان ما في ما تأخذ به، لكن كان في مش وين تقول له قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا أديك مثال بسيط جدا، انت شوف الغربة حاصلة ولا ما حاصلة. عن عقبة بن عامر الأنصاري قال عليه الصلاة والسلام إياكم الدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحمو؟ أخوي شقيقي دار يخش على مرتبه هناك. قال الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. يقول لك دينكم اللي بيعمل الجفا. انت أزول خليك صريح، قول دين الرسول بيعمل جفا. الكلام ده الشيخ اللي قالوا مجرد ناقل لكن ما ألفوا، اللي قالوا فيه. انت كان عندك شجاعة قول لك الكلام ده بينفع معانا، ده بيقطع الأرحام وبيجيب الجفا كويس، وبيخلي زول يشك في أخوه كويس، والدين ما أمر بكده. ودينكم الجديد اللي جبتوه ده كويس. أنا عندنا في أهلنا شاب من الشباب بقى يصوم الاثنين والخميس. نحن الوقت ده صغار شديد، هو خالتي الحلة كلها تنظر. أصبح ده قالوا صائم الاثنين والخميس لي. هو رمضان الوقت ده نحن ما سابعين ذاته في اثنين وفي خميس ذاته. الاثنين ده أكل والخميس عرس، صيام ما في. يا زول جو شحن وخالتي قال له ولدك بيموت. جات لي ولدها قالت لي يا ولدي انت لا تموت، مالك انت ضعفت ودمك راح، صيام الاثنين والخميس ده. الناس كانوا شايفينه في يوم من الايام حاجه صعبه خلاص. فعلا دي غربه. يعني شوف الغربه دي ذاتها، الغربه مساله نسبيه.